طيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. انعقاد المنتدى الوطني الزراعي في أسمرة. تشييد مشروع مياه حاسيت عبد النباب بمديرية قنداع. إحياء يوم مكافحة الملاريا العالمي على مستوى الإقليم الأوسط. الحكومة تعلن مقتل 54 جنديا في هجوم شنه موالون للقاعدة شمال البلاد. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان على خط المراقبة في كشمير. وزيرا خارجية مصر وسويسرا يدعوان إلى التمسك بالتعددية والتجارة الحرة. إلى التفاصيل. عقدت وزارة الزراعة في 24 من إبريل بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة المنتدى الوطني للملكية الزراعية في المنتجات المختارة بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية تحت شعار الدفع بالملكية الزراعية لنظام غذائي مستدام. وفي المنتدى الذي شارك فيه الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة وممثلي الأمم المتحدة في إريتريا وشركاء التنمية وخبراء الزراعة والثروة البحرية ومنتجي الغذاء والمزارعين. أوضح المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة السيد تخلاب مسكنة بأن تأمين الغذاء المتكامل يعتبر حجر الزاوية لاستثمار الملكية الزراعية، وسيكون للمنتدى دور كبير لوجود نظام زراعي فاعل ومستدام وتطوير الاستثمار العام والخاص. من جانبها أشارت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا سيدة نهلة فلاجي العمل المشترك بين الحكومة الإريترية والأمم المتحدة لإنجاح أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مبادرات الحكومة الإريترية في الزراعة عامة ونظام الغذاء والتنمية الريفية خاصة تستهدف الاستثمار في القوى البشرية، مؤكدة بأن الأمم المتحدة ستقوم بتقوية الشراكة مع الحكومة الإريترية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح مدير مركز الاستثمار الإريتري دكتور والداي فطور أن تطوير الملكية الزراعية والاستثمار ضروري لرفع الإنتاج والإنتاجية، ويتطلب لتحقيق ذلك العمل بالتركيز في الأراضي والمالية والمعدات والقوى البشرية وأساليب العمل ونظم المعلومات. وأشارت منسقة منظمة الأغذية والزراعة في شرق أفريقيا السيدة فارالي زومدوزي باختيار الحكومة الإريترية للملكية والاستثمار العالي للإنتاج الزراعي، مؤكدة بأن هذه المبادرة المشتركة سيكون لها دور فاعل في رفع الإنتاجية وخفض الهدر. وقدمت في المنتدى أوراق عمل حول أساليب التنمية في الملكية الزراعية والمبادرات العالمية المشتركة وتقييم المبادرة المشتركة في إريتريا وعملية الدراسات ونتائجها وتجارب زامبيا وسطومي في المبادرات العملية المشتركة ودراسات حول سلاسل القلاء الهادفة للاستثمار والخطط الملكية في مختلف المنتجات. كما جرى النقاش شارك فيه كبار المسؤولين في وزارات الزراعة والمالية والتنمية الوطنية والأراضي والمياه والبيئة وممثلي برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي لتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة عبر الاستثمار الاستراتيجي في مجال الزراعة. وقال المدير العام لقسم التنوع الزراعي السيد سمراء أملوسوم في ختام المنتدى إن وزارة الزراعة ستدفع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبرامج التي أطلقتها في المنتجات الزراعية المختارة. وقدم في المناسبة عرض للمنتجات الزراعية للمزارعين النموذجيين وجمعية المرأة الزراعية. افتتح في 22 من أبريل الجاري مشروع مياه الشرب حصية عدن باب اللي تابع لمديرية قنداع بتكلفة حوالي 2 نقفة. وأفاد مسؤول خدمات المياه في مديرية نقفة السيد دانيال كفل مريم أن المشروع الذي يمتد على مسافة 4 كيلومترات ويضم 5 محطات توزيع ضمن توفير مياه الشرب النظيفة. وناشد مدير الضاحية 3 في قنداع السيدة جمع عبد الله المواطنين للاستعمال الجيد والمحافظة على مرافق المشروع بإشادة الجهود التي بذلتها الجهات التي ساهمت ماديا وعمليا في تنفيذ المشروع. وأوضح مدير مديرية قنداع سيد عمر يحيى في كلمته أن مشروع مياه حصية عدن باب هو جزء من جهود الحكومة لتوسيع الخدمات الاجتماعية، مضيفا أنه حوالي 85% من سكان المديرية تمكنون من الحصول على مياه الشرب النظيفة.
وأعرب السكان عن ارتياحهم وتمكنهم من شرب المياه النظيفة بالقرب من منازلهم، مؤكدين أنهم سيبذلون كل ما يلزم للحفاظ عليها. وفي الختام تم تقديم شهادة التقدير على الأفراد والجهات التي ساهمت في العمل. تم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الملاريا في 25 من إبريل تحت شعار فلنعزز جهود مجتمعنا للقضاء على مرض الملاريا في مبادرة بمديرية سرجغة على مستوى الإقليم الأوسط. وذكر مدير مديرية سرجغة سيد كفلة مريم قبل مثقل في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أنه من المهم إجراء المزيد من حملات النظافة مع التركيز على ضمان الصرف الصحي وإغلاق بؤر التكاثر للوقاية من مرض الملاري والمتابعة الجادة عند ظهور إصابات جديدة. وأفاد مسؤول التوجيه والإرشاد في فرع وزارة الصحة بالإقليم الأوسط السيد هبت قرقيس أن معدل الإصابة العالمي بلغ 263 مليونا، ومعدل الوفيات بلغ 597 ألف في العام 2023، مشيرا إلى أن معظم الوفيات سجلت في دول أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وأكد مسؤول وحدة مراقبة مرض الملاريا السيد كبراب تسفى ميكيل أن جهودا جادة تبذل في البلاد لتحقيق الخطة العالمية للقضاء على مرض الملاريا من العام 2016 إلى العام 2030، بذكر أن نحوها 19 ألف ناموسية تم توزيعها في العام 2024 تعتبر جزءا منها. تم إحياء اليوم العالمي لمرض الملاريا للمرة 18 هذا العام على الصعيدين العالمي والوطني. تم تنظيم اجتماع ركز على تعزيز الأنشطة الرياضية من خلال المشاركة المجتمعية واكتشاف مواهب رياضية واعدة في مديرية سنعفة في 23 من إبريل. وأوضح مسؤولو مختلف القطاعات الرياضية والجمهور أن الأنشطة الرياضية اتصلت في السنوات الأخيرة في الأعياد الوطنية بسبب عدم التنظيم والإدارة وعدم توفر الميزانية والموارد الكافية ونقص البنى التحتية المناسبة لها. وذكر مسؤول فرع الثقافة والرياضة بالمديرية بالإنابة السيد أبو بكر عبد الله أن الرياضة مجال مهم بيبنى ويؤثر على الحالة النفسية والجسدية العامة ويعزز الوحدة الوطنية وحث المجتمع على العمل الجاد لتعزيز الأنشطة الرياضية. وأشار مدير مديرية سنعفة السيد إدريس علي الشكر إلى ضرورة المشاركة المجتمعية الجادة، موضحا أن الأنشطة الرياضية تتطور عندما يتم تعزيز التنظيم والقيادة الكفؤة والبنى الأساسية الرياضية والموارد المالية. وذكر المشاركون من جانبهم ضرورة مواصلة المبادرات كون الأنشطة الرياضية تحتاج إلى جهد واهتمام كبيرين. تم في المناسبة تسليم المعدات التي تبرع بها المواطنون والمقيمون في إسرائيل لتطوير الأنشطة الرياضية إلى الجهات المعنية بحسب المعلومات الواردة من مراسل وكالة الأنباء الإريترية. عقد فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم عنسبة سيمينارا يوم 23 من إبريل للعمال مصنع زل للأدوية في مدينة كران حول احترام العمل ودوره في الإنتاجية. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة الأستاذ إسماعيل محمد نور إن العامل المقتدر المنضبط والمجتهد يكون ذو إنتاجية عالية إذا وجد أرضية العمل الملائمة. ودعا لتطوير العمال بالتقنية والقراءة والمعرفة ووجود إدارة وقت جيدة للدفع في مساهمة العمال في إحلال العدالة الاجتماعية. وقال أن الأعمال غير القانونية والمكيفات السيئة وضغوطات الرفقاء السلبية تضعف ثقافة العمل، وعلى العمال إدراك هذه المخاطر وأن يكونوا منتجين. من جانبه ذكر مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم عنسبة السيدة برهان قبرات أن المهنية والإنتاجية تتطور بالتعليم والجهد، وعلى العمال تطوير ثقافة العمل. وناشد المشاركون على عقد مثل هذه السيمينارات التنويرية المساعدة في عملهم بانتظام. ذكر خلال سيمينارات الشرطة التي عقدت في مديريات كرن وحمل مالو وحقات وحلحل أن زيادة التعاون بين المجتمع والشرطة يلعب دورا هاما في منع الجريمة والسيطرة عليها. وفي المحاضرات التي قدمها قالت مراكز شرطة المديريات أوضحوا أن تنمية القيم المجتمعية الحميدة وزيادة الوعي بالقانون هي أساس التعاون مع الشرطة وضمان السلامة العامة والمحافظة عليها. كما تناولت المحاضرات التي أجريت مواضيع مثل رؤية وأهداف الشرطة الإريترية ودور أهمية الشرطة الأهلية وعواقب الأنشطة غير القانونية والمعتقدات ومخاطرها وعواقب مقاطعة الدراسة، بالإضافة إلى فوائد وعواقب التكنولوجيا على الطلاب والشباب.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت حكومة بنين أن حصيلة الهجوم الذي استهدف في 17 من أبريل مراكز عسكرية في متنزه دبليو بلغت 54 قتيلا من الجنود، في أكبر خسارة يتكبدها الجيش منذ اندلاع التمرد في شمال البلاد. وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي في كوتونو أن العدد ليس 70 كما أعلن مسبقا، في إشارة إلى بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة التي تبنت الهجوم وأعلنت عن ذاك مقتل 70 جنديا. وأشار أن الحكومة تواصل تعزيز حضورها العسكري على الحدود المشتركة مع بوركينا فاسو والنيجر. وسبق لبنين أن نشرت في يناير 2022 نحو 3000 جندي لحماية الشريط الحدودي، ثم أتبعته ب5000 آخرين لدعم الأمن في الشمال. وشهدت المنطقة نفسها في يناير الماضي هجوما أوقع 28 قتيلا من قوات بنين، وحمل توقيع الجماعة المرتبطة بالقاعدة. وسط تصاعد التوتر بين الهند وباكستان في عقاب الهجوم الدامي على السياح في بلهانغام، أعلن مسؤول في كشمير الخاضع لإدارة باكستان أن الجانبين تبادلا إطلاق النار ليلا على طول خط المراقبة الذي يفصل بين البلدين. وقال السيد أشفاق جيلاني وهو مسؤول إداري في الشطر الباكستاني من كشمير في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم تبادل إطلاق النار بين المواقع العسكرية في وادي ليبيا، وأشار إلى أن الحدث جرت في المنطقة الواقعة شرق مدينة مصفر أباد المركز الإداري لكشمير التي تديرها باكستان على بعد نحو 95 كيلومترا. وأكد جيلاني أن إطلاق النار لم يستهدف المناطق السكنية، موضحا أن الحياة تسير بشكل طبيعي والمدارس ما زالت مفتوحة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحادث. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يو عضو المجلس الفيدرالي السويسري ووزير الخارجية إغنازيو أكساس في بكين. وقال وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن الصين وسويسرا باعتبارهم داعمتين قويتين للتعددية والتجارة الحرة يتعين عليهم العمل معا لمواجهة تحديات تفكيك العولمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول. وأعرب كاستياس عن استعداد سويسرا لتعزيز التعاون مع الصين بموقف عقلاني وعملي وتعجيل المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي التكاتف للدفاع عن التعددية والتجارة الحرة. وتبادل الجانبان أيضا وجهات نظر متعمقة بشأن القضايا مثل القضايا الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط. أرسلت الصين 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المأهولة بشكل دائم، وذلك في رحلتها الفضائية المأهولة ال15 وال20 بشكل عام ضمن برنامج إشنوت الذي بدأ قبل أكثر من 3 عقود. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني فقد انطلقت المركبة الفضائية شانستوت 20 وطاقمها على متن صاروخ من طراز وانغ مارش 2A من مركز شوشتان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين. وافادت وكالة أنباء الصين الجديدة شونهوا بعد ذلك بوقت قصير بنجاح الإطلاق. يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تجذب فيه الصين المزيد من الدول للتعاون معها في مجال الفضاء بفضل تقدمها في استكشاف القمر والفضاء. تذكير بالعناوين مرة أخرى. انعقاد المنتدى الوطني الزراعي في أسمرة. تشييد مشروع مياه حسيت عدن الباب بمديرية جنداع. إحياء اليوم العالمي لمكافحة الملاريا على مستوى الإقليم الأوسط. الحكومة تعلن مقتل 54 جنديا في هجوم شنه موالون للقاعدة شمال البلاد. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان على خط المراقبة في كشمير.
وزيرا خارجية الصين وسويسرا يدعوان إلى التمسك بالتعددية والتجارة الحرة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.